مرحبا بكم ببدا بنفسك أكاديمي. اليوم غادي نغوصو في حلقة كتشد الألف ديال الطلبة، ديال الشباب، ديال أي واحد باغي ينجح ولكن محبوس. غادي نتكلمو على حلقة العادة اللي كتغدى على الخوف، وغادي نعيشو القصة ديال ليلى باش نفهمو كيفاش الخوف من الفشل، من الرفض ومن عدم الكفاية كيصاوبو حلقة خفية ديال الهروب والتأجيل والضياع. ليلى عندها 22 سنة، كتقرا في الجامعة، عندها بحث خاصها تسلمو في 3 أيام. كل مرة كتجلس قدام اللابتوب تتبغي تخدم تتحس بالخوف، كتطلع ليها هاد الفكرة ديال ولا ما عجبهمش هاد الخدمة اللي غندير، ويمكن انا راني داكشي اللي غندير غادي يكون تافه، وانا ما تنستاهلش نكون هنايا. وتتشد التليفون وتتبقى تقلب في السوشيال ميديا، هذه اللي تضحك، هذه اللي تتبكي، هذه مزيانه، هذه ماشي مزيانه، وغاديه. وهي كتحس براسها صغيره بزاف. تتسد التليفون ولكن ضيق كبير في صدرها تيكتر، وكتعاود تحل التليفون اجان وتتبقى تسكرولي. وهكذا دارت الحلقه. في كتاب ديال اتوميك هابيت جيمس كلير قال العادة كتدوز من 4 مراحل. المرحلة الأولى الإشارة، اللي هي الحاجة اللي كتطلق هذاك السلوك. مثلا في الحالة ديال ليلى جاها الإيميل ديال عندها ديدلاين بقات لها 3 أيام. ثانيا الرغبة، التغيير الإحساس ولا التغيير اللي تتقلب عليه، بغات تهرب من هذاك الصوت الداخلي. الرد هو ثالثا السلوك اللي تدير، غاديه تشد التليفون غادا تسكرولي. رابعا المكافأة، شنو خدات من هذاك التصرف ديال التليفون؟ هي الراحة وشوية تنسى الخوف. لكن الراحة كتبدل بالإحساس بالذنب والمقارنة وتأنيب الضمير. ليلى ماشي بغات تتفرج، ماشي بغات تشوف الناس، هي بغات تسكت هذاك الصوت المؤلم اللي كيبان كل مرة قربت من الهدف ديالها، لأنها تربات على أنها على الانتقاد، على المقارنة، وكل ما قربت من النجاح كيطلعوا لها هذوك الأفكار القديمة. والتليفون هو المهدئ المؤقت. كل ما هي تتسكرولي وهي تتغرق في السوشيال ميديا، كتشوف اللي سبقوها، اللي تخرجوا، اللي شدوا المنح، اللي كيديروا مشاريع، اللي تزوجوا، وهي باقا تقول انا عمري ما غادا نكون بحالهم. وهنا التليفون ما بقاش راحه، ولا اداه ديال العقوبه بالصوت والصوره. اجي نرجعوا للمكافاه. واش هذيك المكافأة ديال الراحة والهروب من الخوف كانت حقيقية؟ لا، ولكن بالنسبة للدماغ كانت حقيقية. المكافأة ماشي ضروري تكون فرحة، غير تتسكت هذاك الإحساس المؤلم يكفي باش الدماغ تيقول دير هاد السلوك تاني. الدماغ ما تيشوفش الألم اللي من بعده، غير كيسجل بأن التليفون فعال في الهروب وللراحة، وفي المرة الجاية كيتفادى التفكير كامل وكيعطيك نفس الرد. دابا غادي نشوفوا كيفاش الدماغ تيخدم في المستقبل. في البداية المخ كيخدم بالترتيب كيف قلت لكم، تتكون الإشارة، الرغبة، الرد، المكافأة. من بعد مع التكرار تيبدا يسكيبي هذيك المراحل وتيمشي غير الإشارة مباشرة السلوك. كل مرة تتحسي بالخوف تتشدي التليفون، كل مرة تتحسي بالنقص تتهربي التليفون. وهنا كنحسوا بذلك الإحساس ديال اللي صعيب، أنا ما قادرش نتحكم في راسي. ولكن في الحقيقة المخ سبقك ورد بلا ما يعطيك فرصة تختاري الرد الصحيح. وهذا التغيير كيولي صعيب حيث العادة سبقات الوعي.
دابا اجي نشوفوا كيفاش نقدروا نبدلوا هذه الحلقه. في الاول غاديه تسولي راسك شنو بغيتي تحسي دابا، شنو تتحسي به دابا، شنو كتحاولي تهربي منه. وهذا الوعي كيحبس هذيك الحلقه باش ما تكررش، ولكن ولو لمده ثواني، لان هذوك الثواني راهم من ذهب. وغتجاوبي راسك انا خايفه ولكن غادي نكتب رغم هذاك الخوف. طريقه اخرى، غتاخدي 2 دقائق بدل جوج ساعات. كتبداي بخطوه بسيطه غادي تكسر هذاك الرد التلقائي، وبهذا الشكل كيبدا تتبنى مسار جديد في دماغك. اجي نديروا وقفه قصيره تامليه ونسولوا ريوسنا شنو كتقلب عليه في التليفون بصراحه. شنو هو اول احساس كيطلع لك باش الهروب، ولكن انت كتختار فعلا الرد. شنو كنتي غادي دير؟ وشنو هي الجمله ولا الفكره اللي كتحتاج تسمعها قبل ما تقرر؟ واش كاين شي بديل للراحه المزيفه ولا بسيطه؟ ماشي التليفون اللي شدك، ولكن الصوت اللي كتخاف تواجه. بدا بنفسك وسول هذا السؤال: شنو هو اول احساس بغيت نهرب منه اليوم؟ وشنو هي اول خطوه نقدر نديرها وانا باقيه وانا خايفه؟ الحلقه الجايه غادي نوقفوا ونسمعوا لهذاك الصوت الداخلي، وغادي نكتشفوا منين جاي وشكون فعلا اللي كيهدر في دماغنا. لان التليفون ماشي هو العاده، ولكن الرد على الصوت قديم بقى ساكن فينا. اللي عجبك هذا الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب، وشكرا.